إن حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية. فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. إن الوطن باق والأشخاص زائلون، ومصر العريقة هي الخالدة أبدا، تنتقل رايتها وأمانتها بين سواعد أبنائها، وعلينا أن نضمن تحقيق ذلك بعزة ورفعة وكرامة جيلا بعد جيل. ستعيش هذه الروح فينا ما دامت مصر ودام شعبها. ستعيش في كل واحد من فلاحينا وعمالنا ومثقفينا. ستبقى في قلوب شيوخنا وشبابنا وأطفالنا، مسلميهم وأخباطهم، وفي عقول وضمائر من لم يولد بعد من أبنائنا. إنني أعلم علم اليقين أن مصر سوف تتجاوز أزمتها، لن تنكسر إرادة شعبها، ستقف على أقدامها من جديد بصدق وإخلاص أبنائها، كل أبنائها، وسترد كيد الكائدين وشماتة الشامتين. أقول من جديد أنني عشت من أجل هذا الوطن، حافظا لمسؤوليته وأمانته، وستظل مصر هي الباقية فوق الأشخاص وفوق الجميع. ستبقى حتى أسلم أمانتها ورايتها، هي الهدف والغاية والمسؤولية والواجب، بداية العمر ومشواره ومنتهاه، وأرض المحيا والممات. ستظل بلدا عزيزا لا يفارقني أو أفارقه حتى يواريني ترابه وثراه، وستظل شعبا كريما يبقى أبد الدهر مرفوع الرأس والراية موفور العزة والكرامة. حفظ الله مصر بلدا آمنا، ورعى شعبه وسدد على الطريق خطاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.